Everybody here dies by dawn, Dad. طيب، النهارده هنتكلم عن فيلم Evil Dead Rise، اول فيلم رعب بجد في 2023 بغض النظر عن فيلم يوم 13 بطولة احمد داوود، وان شاء الله نعمل له مناقشه في القناه. الفيلم يعتبر جزء من 5 اجزاء، ده الجزء الرابع، فخلينا نشوف الفيلم ده جامد ولا لا، ويا ترى لازم نشوف الاجزاء اللي فاتت ولا لا. خلينا نشوف. فيلم Evil Dead Rise مقتبس من افلام Evil Dead في فترة الثمانينات، ومن اخراج لي كرونيك. واحداث الفيلم بسيطة، بتدور عن بنتين او اختين بيهربوا من كابوس رعب ناتج ان الابن الكبير للبطلة فتح كتاب وخرج منه قوة شيطانية وبيحاولوا يعيشوا. هل فعلا هيعرفوا يعيشوا من الكابوس ده، ولا الكابوس هيقدر يسيطر عليهم؟ الفيلم هيمتعك جدا وهيعجب الناس اللي بتحب الدم في الافلام. الفيلم مش رعب زي كونجيرينج، بس هو قدر يظبط بين رعب الدم والجامب سكير. ومن حيث المؤثرات البصريه والتنوع في الفيلم فهو كان جامد بصراحه، ودي ميزه معروفه في سلسله الافلام دي. فلو الفيلم قدامك في السينما شوفه. وطبعا مش محتاج اقول لكم، الفيلم ده معمول للناس اللي بتحب رعب الدم في الافلام. الفيلم كله عبارة عن قتل ودم وتشريح، معظم الفيلم كده. ومش محتاج اقول لكم ان الفيلم ده بلس 18، والمخرج ساب النهاية مفتوحة. فهل تحبوا جزء سادس للفيلم ده ولا كفاية لحد كده؟ ولو وصلت لحد هنا متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، تبعت الفيديو لاصحابك لو الفيديو عجبك.